جمهور النادي الاهلي اللي مستني الاهلي ياخد دوري، يا جماعه افقدوا الامل. ارجوكم شيلوا الموضوع من دماغكم، شوفوا اي حاجه تانية تلعبوا فيها. الاهلي ينزلق في التعادل بسبب سيراميكا. الظلم التحكيمي لا ينتهي، عرضه مستمر. عارفين المشكله ان احنا مش وحشين. المشكله ان احنا في الماتش ده احنا مش وحشين. المشكله ان احنا في الماتش ده لعبنا. المشكله ان سيراميكا في الماتش ده يعني ما عملش غير كورتين، ومع ذلك سيراميكا ياخد نقطتين على الجاهز. الاهلي لعب ماتش مش وحش خالص يعني. احنا بعد كده لازم نلعب في استاد القاهره. انا ما اعرفش احنا ليه بنلعب في استاد السلام، يعني مش عارف احنا ليه بنوزن. بصوا، هو نظريا قياسات الاستاد تبان واحده، ده 105 في 68 عرض، وده 105 في 68 عرض على حسب الانترنت والمعلومات اللي على الانترنت. لكن عمليا لا، مش صح. لما بتلعب في استاد القاهره الملعب بيبقى مفتوح اكتر. الفرق اللي بتحاول تعمل تكتل دفاعي ما بتعرفش تعمل تكتل دفاعي اكتر. كمان في حاجه غريبه، ما اعرفش، جمهور الاهلي النهارده كان كتير. ايه السر يعني؟ هل مثلا استاد السلام بيبقى بعيد على جمهور الاهلي؟ هل الدخول في استاد القاهره اسهل من دخول في استاد السلام؟ لكن جمهور الاهلي كنت تحسه كتير، عكس ما بيروح السلام بيبقى تحس ان هو قليل. هل الدعوات مثلا قلت وادوها للجماهير بتاعت التالتة شمال ولا ايه؟ بس الجمهور كان اكتر، اللعب كان احسن. الاهلي عمل الشوطين حلوين جدا. الاهلي كان سريع، الاهلي كان اداؤه فيه شراسه، الاهلي اداؤه كان فيه سرعه، الاهلي كان بيضغط حلو جدا وكان بيستحوذ على الكوره ويقطعها بسرعه. سيراميكا كان معزول، ما حسناش بجون ايبوكا يعني غير يمكن في كوره. الجون اللي جه فينا خطا دفاعي في انك انت يعني. طبعا في خدعه بيعملها احمد سامي في حكايه الكورنر دي، بيحط قدامك كام واحد كده من الطوال. طبعا حط احمد رمضان بيكهام وحط مش عارف مين قدام الشناوي، والشناوي كمان قدام محمد هاني، فيطلع الشناوي عاوز يجيبها ما يعرفش يجيبها عشان في اتنين قدامه عاملين يزقوه. ممكن يكون في خطا من الشناوي، لكن ضربه ثابته. احنا ما عرفناش نستغل ضربات ثابته. 15 ضربه ركنيه ما عرفناش نجيب منها اي حاجه. بس ما تبص على شكل الاهلي ما تحسش ان الاهلي لعب وحش، ما تحسش ان الاهلي كان زي ماتش اللي فات مثلا بتاع سموحه. لا، الاهلي كان كويس جدا. جات لك فرص، جات لك فرص، يعني الشوط الاول جات لك فرص. يعني النهارده على غير المتوقع محمد هاني عامل ماتش كبير جدا، عامل ماتش. جبهه حسين الشحات محمد هاني كانت جبهه ناريه ناريه وحلوه قوي. ومحمد هاني لعب ماتش حلو، وحسين الشحات لعب ماتش حلو. محمد هاني شاط شوطه وطلعها اسمه ايه دوت محمد بسام، وعلي معلول شاط شوطه وطلعت فوق العارضه بشويه. يعني في تصويب من خارج ال 18، في مثلا عرضيات، كان في عرضيات برازيليه على الارض الورق، كان في هدف لسافيو واتلغى بتاع التسلل، جبنا هدف. ضربه جزاء. نيجي بقى للتحكيم. لا، تعالى بقى للتحكيم. تعالى كده وخد نفس عميق وامسك حاجه تعض فيها، وامسك اي حاجه كسرها. في عرض مستمر، عرض مستمر. يعني انا مش هتكلم على ضربه الجزاء المشكوك فيها بتاعت محمد شكري اللي هي جت في ايده. انا مش هتكلم، هقول لك ايه، ايده لم تخرج من جسمه، ما كبرتش حجم الجسم. ماشي، مش هنتكلم في دي. لكن ضربه الجزاء الثانيه بتاعت علي معلول، الراجل زقه بايده. ده لسه شايف اختها في الدوري السعودي، لسه شايف اختها في الدوري السعودي، ماتش الهلال السعودي والنصر السعودي. الواد زق وريح عليه، ريح عليه بس تريحه كده، حكم حسابها ضربه جزاء. وهنا ده مدي لعلي معلول كده بالدراع، وبرده مش مكاتفه قانونيه عشان حد يقول لك الكتف قانوني. ضربه جزاء تاني، لا بس اذا هحسب لك ضربتين جزاء في الماتش انت بتستهبل ولا ايه؟ انت بتستهبل، انت مجنون، انت مجنون. ايه ده؟ ما ينفعش. هي ضربه جزاء واحده كويس عليك، هو ده اخرك وتمامك، ده لو حسبتها لك اساسا. لكن احسب لك ضربتين جزاء في الماتش ليه يعني؟ ان شاء الله انت الزمالك ولا حاجه؟ فاكر نفسك الزمالك ولا ايه؟ انت مجنون، تتجننش في نفسك وتفتكر نفسك انت الزمالك. انت الاهلي. اهلي يعني ايه؟ الاهلي يعني تظلم وتسكت. يعني ايه الاهلي؟ يعني يبقى ليك ضربه جزاء في الفار والفار ما يشوفهاش عادي. يعني ايه الاهلي؟ يعني تتظلم كل ماتش وما تلاقيش دماغ. هو كده، هو ده الاهلي. فانت بتتكلم في ايه؟ فبصوا، هو انا قلت قبل كده في فيديو سابق، قلت لكم لو عملنا مسابقه طلع عليه حكم في مصر ما ظلمش الاهلي، مش هتلاقي. ابراهيم نور الدين ظلم، عاشور ظلم، البنا ظلم، امين عمر ظلم، محمد صباحي ظلم، الحنفي ظلم، محمد عادل ظلم، قمر الدوله ظلم، كله وبتوع الفار بقى كمان، دي بقى كارثه لوحدها. يبقى هو ده التحكيم يعني. دلوقتي اداره الاهلي تطلع تصرح جمهورها وتقول لهم يا جماعه احنا محليا لا ننافس، محليا لا ننافس، معلش ما جيناش احنا السنه دي ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها، وبقى خلاص احنا هنشيل الدوري ده. بصوا الاهلي بعد كده حساباته حاسبونا على دوري ابطال افريقيا وكاس عالم الانديه، لكن الحاجات دي لا مالناش دعوه بيها. كاس سوبر افريقيا بس.
دوري محلي؟ ايه ده احنا ما بنلعبش في المحلي، واحنا اصلا بنلعب في مصر، احنا مش تبع الاتحاد المصري اساسا، احنا نادي مش تبع الاتحاد المصري، احنا عاملونا معامله النادي الاجنبي، لذلك التحكيم بيبقى متحيز للناس الوطنيين اللي زي الزمالك، لكن النادي الاهلي هو الاهلي نادي مصري؟ لا. فما فيش نهايه، ما فيش نهايه، قلنا حكام اجانب وطبعا ما فيش حكام اجانب، فالموضوع ده مستمر، يعني مستمر بشكل افظع مما تتخيل. بعد ما كان مثلا تتظلم كل 4 ماتشات ماتش، كل 5 ماتشات ماتش، لا ده دلوقتي ايه، انت تتظلم كل ماتش، كل ماتش، كل بقت عاده وخدوها يعني سنه حسنه بقى ولا ايه؟ كل ماتش لا في حاجه، لازم يبقى في حاجه. طبعا ما حدش يطلع يتكلم، يعني ما تتخيلش مثلا ممكن السدات التحليليه ممكن تطلع تقول لك ايه والله علي معلول كان يستحق ضربه جزاء، لا هو كله يطلع يقول لك ضربه الجزاء بتاع كريم فؤاد ضربه جزاء، هدف بيكهام هدف صحيح ما فيهوش اي حاجه، المطالبه بضربه جزاء علي معلول لا ما كانش في حاجه، المطالبه بضربه جزاء على محمد شكري لا ما فيش حاجه، كلاتنبرج يقول لك لا فيش حاجه تستدعي ان انا اعمل فيديو لان ما فيش حالات جدليه، واتفق مع حكم اللقاء في كذا كذا، بس خلاص شكرا، كل سنه وانت طيب، مبروك الدوري للزمالك. احمد حسام ميدو لما صرح وقال انا من دلوقتي جايب لكم النتيجه من الكنترول قبل مش عارف كام شهر، الزمالك بطل الدوري للمره الثالثه على التوالي، برافو، هو ده الصح. هو ميدو هيجيبها من عند نفسه، من عنديته، هو بيجيب كلام من عنده؟ لا، هو خلاص الدنيا واضحه والمشهد واضح، وكل واحد شايف كوره في مصر صح هيقدر يعرف ان الزمالك هو بطل الدوري، الا لو حصلت مفاجاه وقدر رباني ان الزمالك يفقد نقط بالحظ بقى، ما انت مش عارف يعني برضو قدر ربنا ما تقدرش يعني تنتصر على قدر ربنا، فدي حاجه تانية. او مثلا بيراميدز يخطف البطوله، فيوتشر يخطف البطوله، لكن الاهلي بالطريقه دي كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. لعبنا شوط اول حلو، شوط جميل، ضغط، انتشار، قطع للكوره، كان ينقصنا بس التهديف، ونتفاجئ في الاخر بهدف لاحمد رمضان بيكهام من خطا دفاعي في التمسيك للناس يعني في الكورنر، والشناوي برضو ما دخلش بقوه قوي في الكوره، لازم الشناوي كان وهو واقف قبل ما الضربه ركنيه تتلعب يقعد يزق في محمد هاني، ومحمد هاني بالتبعيه بيزق ويرحل بيكهام لقدام عشان ما يبقاش الزحمه دي قدام محمد الشناوي. طبعا انا بعرف الشناوي لما يغلط، لما يطلع يعمل كذا ويعمل يمين وشمال ويطلع ونض فوق وبص ويعمل، بتبقى عارف ان الشناوي ايه حاسس بخطأ. طبعا اتفاجئنا واتصدمنا بالهدف ده، نزلنا الشوط الثاني حلوين قوي وكويسين قوي ومستمرين في الاداء الحلو وكملنا الماتش وحلو عمال تلعب، بس مش هل عدم توفيق؟ مش عارف. يعني الماتش ده الاهلي لو كسبه كنا طلعنا قلنا اهو ادي محمد هاني اللي بتقول عليه وحش، محمد هاني حلو، كنا قلنا ايه ادي الاهلي اللي انتوا بتقولوا عليه الاهلي وحش والاهلي واقع ومش عارف ايه، ادي فعلا الاهلي لعب ماتش حلو، ادي كولر اللي بتقولوا عليه مش عارف ايه اهو ماتش كويس، الماتش كويس جدا، يعني الاهلي لعب ماتش كويس باستثناء مثلا ان سافيو ما كانش قوي، يعني برغم اللمسه الحلوه اللي جابها جون ودي، بس سافيو ما كانش كويس النهارده، لكن غير كده اليو ديانج لا غنى عنه، اليو ديانج لا غنى عنه، حمدي فتحي مستواه واقع، لكن اليو ديانج النهارده ما شاء الله عليه، اليو ديانج مؤثر فارق جدا مع الاهلي ما شاء الله، سرعه الارتداد، سرعه استرجاع الكوره، القوه والضغط في كل حته منتشر ما شاء الله عليه، اليو ديانج النهارده عالمي، اليو ديانج يعني قوه الاهلي يمكن 40% منها اليو ديانج، 40% اليو ديانج، كمان لو الشناوي يبقى فايق، لو يرجع تاني متولي وعبد المنعم لروقانهم، لو يا جماعه نجيب مهاجم يا جماعه، يعني مهاجم يا جماعه، يعني الواحد ادعو كل الاهلاويه في صلاتهم، ادعوا في صلاتكم وعدوا قولوا اللهم ارزقنا بمهاجم هداف، اللهم ارزقنا بمهاجم هداف، اللهم ارزقنا بمهاجم هداف، يمكن ربنا يرزقنا بمهاجم هداف يخلص لنا الحاجات دي ويخلص يعني نرتاح. مش معقول مش لاقيين، احنا عندنا ازمه في المهاجم، يعني بعد مثلا عماد متعب مثلا، بس كان طلع عمرو جمال لحد ما اتصاب، ازارو كان بيجيب جون بس كان بيضيع اكتر منها، مش معقول يا جماعه، عاوزين مهاجم نبقى راضيين عنه، مهاجم يا جماعه، مهاجم فيه ايه؟ كان ناقصنا بس حته التهديف. راجل محمد هاني النهارده ما شاء الله عالمي زي الفل، وعامل جبهه حلوه قوي ما حسنش حاجه. علي معلول عالمي، عامل جبهه قويه جدا وحلوه وزي الفل، وعمل حاجات وجات المفروض كان يبقى ليه ضربه جزاء وجاب هو هدف، لكن يعني في الاخر كل دوت ضاع علينا. ماتش حلو ما نستاهلش ان احنا نخسره، كل حاجه فيه حلوه، جمهور زياده والجمهور زي الفل، والملعب حلو وواسع وعارفين ان احنا نفرض سيطرتنا، وسيراميكا كليوباترا ما جاش ولا عمل حاجه، ولكن التحكيم لوث الماتش
والتوفيق غاب عننا. بشكركم، نتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله.